الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تستأهلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين والفائزات، آمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرنا قدوم السنة الميلادية بذكر مولد رسول ونبي كريم من ذوي العزم من الرسل، ألا وهو نبي الله عيسى عليه السلام، وذكر مولد السيد المسيح عليه السلام يحتفل بها المسيحيون الغربيون يوم 25 من ديسمبر من كل عام، ويحتفل بها المسيحيون الشرقيون والأقباط في مصر اليوم 7 من يناير من كل عام. ولقد كان لمولد عيسى عليه السلام عبرة وعظة لأولي الألباب ولمن لهم قلوب وعقول يتفكرون بها في خلق الله ومعجزاته، فكانت البداية مع أمه الطاهرة مريم العذراء. أيها الكرام، غاد الجيران في النصارى عشنا كيف نغب عيشة كيتسن ذا ذي مريتش قل سنة غاسل الاحتفال، غاسل الديكوريا، غاسل الحمقى. ما موقف المسلم من هذا؟ يعني الموقف المسلم زيد ذكر زيد احتفال، ما كنيشاش، ما كيسني احتفل، ما كيسني فرح، من يقال الإسلام ذي مرض. سيدنا عيسى النبي الرسول ذي الرسل 5 أولي العزم إذ الله عز وجل ذي القرآن الكريم. فالنبي والديكم الكرام غاس يجن قصة عجيبة للولادة بس إني غجا عقل لإني غجا يولون الزيت البار تفكرا بكلام الله عز وجل. إن شاء الله بالبرقية أيها الكرام ذي النار العظيم قال الله سبحانه وتعالى السور الحقيقة من الميلاد من سيدنا عيسى عليه السلام. البداية طبعا الإماس الطاهرة، إماس الجيس عن عمران، مريم بنت عمران في ذا القرآن الكريم. فمقال عن عمران تر الله عز وجل هذا سياسة يجو حجاب التوهب لخدمة بيت المقدس في سبيل الله. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. تنزار حلف من غاسل وحديث الناس قد ولي لله لخدمة بيت الله. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت. ومن الساس فرويد تحت حجاب تزوي حجاب ترد حجاب. قالت رب إني وضعتها أنثى، يا ربي أخي رد حجاب وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا مريم أيها الأحباب الكرام لما ومن غاد
كيجي مجتمع طاهر، خ العفاف، خ الطهر، خ النقاء، خ التربية الحسنة، يا زكريا نبي من أنبياء الله الذي يتخشش زكريا عليه السلام وكفى لها زكريا إلى آخر الآيات. جاءت الملائكة تبشر هذه المرأة الطاهرة مريم البتول العذراء، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا من الصالحين. الملائكة تسقى مريم البشارة إلى الناس يا مريم، إذ قالت الملائكة لمن؟ يا مريم إن الله يبشرك، الله تعالى يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، اسم الناس اسم ربه عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا من الصالحين. خلق الله تعالى أيها الأحباب الكرام عيسى عليه السلام من غير أب، يخلق الله تعالى عيسى من غير أب بدون أب واسمه بس عيسى عليه السلام. فقد جاء في القرآن العظيم إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم عليه السلام كذلك خلق ربه سبحانه وتعالى بدون أب ولا أم. خلق الله عز وجل آدم من دون أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلقنا نحن البشر باقي البشر من أب وأم. هذا خلق الله. الله عز وجل قادر على كل شيء، إذا أخذ أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أمه مريم التي وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بالصديقة، والتي نشأت نشأة طاهرة ونشأة عفاف وتربت على التقوى تؤدي الواجبات وتكثر من النوافل والطاعات، والتي بشرتها الملائكة باصطفاء الله تعالى لها من بني سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل. فقال الحق سبحانه وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كذلك البشر والاثنين مريم تتلذذ الواجبات، تتلذذ النوافل، طاهرة عفيفة عابدة لله عز وجل. كمية الملائكة البشر والاثنين أن الله تعالى اصطفاك إخبارك إطهارك وإخبارك زي باقي نساء العالمين. وذلك ذات يوم خرجت مريم الصديقة من محرابها الذي كانت تتعبد الله تعالى فيه. يجمع كل سنة ربيت فوق مريم زي المحراب نيا إتوالي عبد ربي سبحانه وتعالى. فأرسل إليها الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام. استرد الله تعالى جبريل عليه السلام متشكلا بشكل شاب أبيض الوجه. استرد الله تعالى جبريل جسم الصورة جسم الشاب أو بالنسبة شمال. وللملاحظة إخوة الإيمان الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، إنما يتشكلون بهيئة الذكور من دون آلة الذكورية، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة وجه البشر والدم والسن وغسل الشهوة والولد يتصفون في صفة الذكور دون الإناث، لكن بدون مواضع الشهوة، بدون فرج وبدون كذا وكذا. فمريم عليها السلام لما رأت جبريل عليه السلام متشكلا في صورة شاب أبيض الوجه لم تعرفه، ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها ومتزرق يبدأ يدرس تكون الزيت تكون خير في الناس يثبت الخوف. وقالت إنسان جاء ليتعدى عليه ولديه استخف يتعدى. فقالت كما أخبر القرآن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تقيا مطيعا فلا تتعرض إلي بسوء. ما توجد المتقين زكني وننزل
مسكين طاعة ربي سبحانه وتعالى هكذا يترقب هكذا يتحدث هكذا يتستشهد السوء. فقال لها جبريل عليه السلام إن الله أرسله إليها ليهب لها ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. أخيت قال إذا ربي غام بشد يوهب لم يمشي حجاب طاهر من الذنوب. فقالت مريم مثلنا أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ما مش غيك غالي وحجاب مش غالي مزدوج وغالي مويا رياض ولا أك بغيا وتمسي مني زنان زرني في السن وتمسي الفاسدات. قال كذلك فهو كذلك نعم شمس المغاربين طاهرة كما جاء قال المفسرون. قال كذلك أنت لست بزوج ولست بغيا كذلك ما تقولين حقا وصدقا يا أمة الله. قالت مريم أن يكون لي غلام ولم يمسسني يعني لم يقربني الزوج ولم أكن فاجرة زانية. فأجابها جبريل عليه السلام عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله. الله تعالى باش يخلق شو حنجاب بدون أب أي سر غسل ربي سبحانه سهل. قال كذلك قال ربك هو علي هين يسهل ربي سبحانه وتعالى باش يخلق حنجاب بدون أب. وجعله الله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به. يقول رب العزة في القرآن الكريم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها سقط جبريل الثالثة زير فتحة الصدر فتحة يرفاني تريد الغاية يسود خاصوة وتجي يسود خاص زي الفرج كما يزعمون لا يسود خاص الثالثة بأمر من الله عز وجل. هكذا من هذه الفتحة يسود خاص جبريل نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها وهي الفتحة عند العنق فحملت بعيسى عليه السلام تسي جزت عيسى عليه السلام لم تنحت ثم تنحت بحملها بعيدا خوفا أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج وشان كش اعتزل القوم باش وتبقي مسلم عيور دي من غد عارف حتى تكون ضايع يزيد غزوان يودان بأنه تغد العابدة تغد الطاهرة هذا نسيت يزيد من غير زوج تبغى يا ثم ألجأها وجع الولادة إلى ساق نخلة ومن هذه الزيارة حريق انطروت حريق من الوضع في زيادة الحال غيش النخل غير الشجار الديني رزق وتمنت الموت تمنى الموت خوفا من أن أذى الناس. وكذلك في المغارب مرض المغارب من طاروت اتجهت يد الحريق من الزياد تمنى الموت تمنى تندمات خلاني لجمع الدريات فأجاء المخاض خوفا إلى جذع النخلة وتمنت الموت قالت يا ليتني مت قبل هذا مضطري غدستني لتعفيسا وكنت نسيا منسيا. وناداها جبريل عليه
عليه السلام إلى مدخل جبريل، وفي عند المفسر الآخر فناداها من تحتها. كاين بعض المفسرين أن جبريل إلى غتسودين ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي كما بسودين سريا شيء يسري وهو نهر صغير سريا. وبعض المفسرين يقولون بأن عيسى عليه السلام لما يصبح الناس فناداها من تحتها ألا تحزني واحزني تبكت قد جعل ربك تحتك سريا، أهزي إليك بجذع النخل، اكسي وشوية جذع النخل أظهرت الفاكهة الرطب دين يا سبحان، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فناداها جبريل من مكان من تحتها من أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها أن الله تبارك وتعالى جعل تحتها نهرا صغيرا ويطلب منها أن تهز جذع النخل ليتساقط عليها الرطب الجني الطري، وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله، وأن تقر عينها، وأن تقول لمن رآها وسألها عن ولدها إني نذرت للرحمن أن لا أكلم أحدا. مريض ستشميجن القرآن يخبر أحباب الكرام خلاص مريض ستشميجن ما يستوي ذواني تحديث الديس تحجرات قولي إني نذرت للرحمن صوما. قالش يعني صوم هو السور والركيجن حلفه اسمه نذر باش هو السور والركيجن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت قومها تحمله تسغل قوم الناس قعدوا فيه درويت صافي قاعد تسغل قوم الناس تحمل مولودها عيسى عليه السلام على يدها في بيت لحم في فلسطين كما أخبرنا عز وجل. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم أنى لك هذا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ومثل في 6 سنين يا مريم يا أخت هارون مجربة موسى هارون غشان زيت المثل وليد غشان الداخل العابد الزاهد تقلص مثله مثل هارون. يا أخت هارون يعني ليس في النسل وفي الدم بل في العبادة والطاعة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية أبا وتغرج الفاجر المفسد باش ما تتدز من الدز كحل يمم كذلك تغطاها العفيفة وتغطز المفسدة البغية الزانية. لا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ماذا قالت؟ فلما اشتد عليها الحال فأشارت إليه نسى القول سير الجبس قالوا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. شما تفور ما تفور الدنيا ما تحكم الخمر ما تستهزأ الخمر ازداد غضبه. ثم جاءت المعجزات البينات من الله سبحانه وتعالى إكراما لذلك المولود وإكراما لأمه الطاهرة. فنطق وتكلم وهو في المهد لم يولد إلا بعد ساعات. يخرق دروس وبيخرق فبدأ يتكلم بكلام الكبار بل بكلام العلماء بل بالتوحيد ويعلن وحدانية الله عز وجل ويعلن أنه عبد لله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. عند ذلك أنطق الله تعالى بقدرته سيدنا عيسى عليه السلام وكان رضيعا قال إني عبد الله. الله أكبر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أول كلمة قالها
إني عبد الله مش ديش العبد ذي العباد من الله سبحانه وتعالى. فهل أنت أختي المسلمة عبدة من عباد الله مجد بالعباد من الله عز وجل؟ أول كلمة قالها إني عبد الله، اعترف لله بالعبودية لله عز وجل القهار. هذا أول ما نطق به عليه السلام وهو في المهد، قال إني عبد الله. وقوله جعلني مباركا أي جعلني تباعا معلما للخير حيثما توجهت. إخوة الإيمان، يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يا بني إسرائيل، يتخاطب بنو إسرائيل، قصيرهم ترحق قصيرهم في البينات، قد بشرت من يوزيقنا الرسول الذي سوانيه اسمه أحمد وهو محمد النبي ديال الأمة الإسلامية صلى الله عليه وعلى آله. دعا عيسى عليه السلام قومه إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا، ولكنهم كذبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر ولم يؤمن به إلا القليل كما أخبر القرآن الكريم. كذبت رغم ذلك المعجزات يزيد يا ربي سبحانه وتعالى عيسى لنا الساحر كاهن مجنى للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كذبوه ولم يؤمن معه إلا القليل. أحباب الكرام، إليكم عقيدة النصارى في عيسى. ما العقيدة الصغار إلى الشيء دي عيسى لما نعتقد عيسى في نفس الوقت القومي تعتقد يتمخوا الاحتفال يحتفل عيسى يزعمون أقوم العقيدة من قبل عيسى، يعتقدون أن عيسى هو ابن الله، تعتقد بأن عيسى ابن ربي، وهذا باطل. والصحيح أنه بشر عبد رسول كما أخبر القرآن. عيسى للعبد ماشي لنا القرآن إني عبد الله للبشر ذا الرسول يرسله الله عليه بنو إسرائيل. يعتقدون أن اليهود صلبوا عيسى وقتلوه. الصلب اللي غاسل يجي لأمه قال شحال كاين يمسني عيسى خمس بعض اليهود وش صلبوا الدرين. تعتقد بأن اليهود نهين يصلبون عيسى نهين غير عيسى عليه السلام. والصحيح أنه ما قتلوه وما طلقوه والغي والصلب الممشي إخبار الله تعالى في القرآن الكريم. ويعتقدون أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بعد 3 أيام وجلس إلى جانب أبيه الإله، وهذا باطل أيضا. والصحيح أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء بدون صلب وبدون قتل. ويقولون بفكرة التثليث. قال بأن عيسى قوم يتصلب اليهود 3 أيام بكة عاد يعرفوا من السماء، لكن نهن يقال القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ودمغين والصلب ولا سكنرين عن الاعتقاد فاسد. الصحيح أنه رفع إلى السماء بدون صلب ولا قتل. يرفع الله تعالى وجدنا بلا الصلب بلا القتل. ويقولون غسل الاعتقاد مسند في التثليث، حيث الإله عنده الرب الإله غاسل الأب والابن وروح القدس. غاسل 3 حوايج ديال الإله، 3 يوم يجي الإله يجي غاسل الإله الأب هو بابا عيسى، الابن هو عيسى، الروح القدس وهو جبريل عليه السلام. النفخة اللي ينفخ جبريل لمريم ومن روح عيسى عليه السلام. يقول القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. القرآن دليل قاطع على دحض حججهم وعلى بطلان عقيدتهم الفاسدة. لقد كفر أقد فار يسمى أقد قرآن قوم كفار هذا الكفار. فكيف بمشاركتهم في الأعياد؟ فكيف بالفرح معهم؟
هذا ليس من المسلمين وإيمانه إيمان مغشوش، إن لم أقل كافر فإيمانه إيمان مغشوش. العقيدة الصحيحة التي يجب أن يعتقدها المسلم في عيسى عليه السلام هي عقيدة السلف، خير القرون التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخير. عيسى العقيدة من اعتقد مشكلة عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت، وإنما رفعه الله إليه ببدنه وروحه حيا، وأنه سينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس جميعا إلى الإيمان بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ده العقيدة اللي نعتقد بالشيء يسر من عيسى ويفوت، عيسى والظلم، عيسى والغيب، عيسى يترفع على السماء، يرفع الله تعالى الجسم الناس روح الناس، عيسى في الوظيفة آخر الزمان، هذه الخنزير، هذه الصليب النار، هذه الجزية، هذه تبع الدين النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الموتى الحقيقية، ثم بعد هذه الرفعة إلى القيامة. تبع غير ومسلم لعيسى عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من الرعاة عادات تقدمت وابتدت الزيت حتى يسرون طرقني تزينني فونانني قنسانة سعيدة عام جديد نغني مرة الخرافات مرة يسرني بجنف ملويني ونغجر عقيدة صحيحة ونجد سرم لا يحتفل بهذا ولا يهز شيء من هذا القبيل. قام كذلك تزين الشجرة زيان الناس الشرنية وميتك النوار وميتك النساء بيستني سبحان استنخر الثمانيات. هذه العادة يا ثالثة شائعة عند كثير من الناس، حيث تنصر قبل العيد بعدة أيام. كنت تشعر ليه قبل العيد يتعمل وشم السنة، وعندما تعود إلى قصة المسيح لا نجد أي رابط بين حدث الميلاد وشجرة الميلاد. نتعقب غدا نمشي خلق سيدنا عيسى المعجزات الخلق من الله عز وجل، تعقب من العلاقة جرت الشجرة النيل ندف شجرة عقيدة باطلة لا علاقة بين ميلاد المسيح وبين تلك الشجرة الأولى. وشجرة الميلاد هذه العادة بدأت في القرون الوسطى بألمانيا الغربية بالغابات الصنوبرية دائمة الخضراء. ألمان ديستيزيزو تتسقرين يولاني جسنا ألمان رحنا ألمان ديس الخضورية ديستيزيزو غادي يصير الشعر بدأ دائما الخضراء. شجرة الصنوبر دائما تزيدو، حيث كانت طغاة العادة لدى بعض القبائل التي تعبد الإله ثور. وغادي نشان تقبل قبائل عبدت نجم الإله قناص إله ثور أيدوس، إله الغابات والرعد، أن تزين الأشجار. كمي غادي تبقى 25 ديسمبر تزين الأشجار اللي عدت ريش الأشجار تزين تغفر وتغفر تشمع، ويقدم على إحداها ضحية بشرية. كمي غادي الشجرة اللي غادي يسكن ديفاوي تسواق من الكمبر نهار غادي العيد كوني يجي البشر زي الشباب غارس الناس قدام دي الشجرة اللي الهدي. اسمع كويس. وفي عام 727 في عام 727 للميلاد من 722 أوفد إليهم البابا القديس بابا نويل. قال الناس بابا القديس. بابا نويل كلمة فرنسية تيس من الناس تقديم توقع الناس بونيفاسيوس لكي يبشره، وحصل أن شاهدهم وهم يقيمون حفلهم. يوسف غاز بشر من الشهر تتوقف كيف الراهي يوسف بشر من الشهر يوفيهم للناظر العيد منه وين يجب مثل الأمير بشر السنة جبت
من الهادي الإله فوق يدوز نغاسم الإله نعبد يسود الشجرة دي. فأخذه بابا نوي يروح غاسل القديس يكسس تحت جارنا ينسبق الإله السلام الإله السلام الإله الدار هو جوني القديم الكل يوغان والإله السلام الإله المحبة ضار الشبابة ضار شيء يكسس عدم ما يمكن كنت تشارني تزورني الناس كل شيء يتغار أحد المنازل شباب تحتفل بالزيت كل عام زوق أنت تشارني المنازل وانتشرت هذه العادة في ألمانيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي العالم كله الخوص حتى هذه البلاد يكسرون تقدم أقام الأصل الشجرة الميت. أما الأصل بو تشتني الزيارة وعشمان نموذ بلا شمالي تجن أرض الزبار وعرفة النية ومقارفة بنوين إن أحباب الكرام رسام أمريكي رسم ذلك تغطى بنوين تغذكر الناس حسنة تغذ الراهب كل الإسلام ويعبد الله عز وجل ويكرم الأطفال يديشتس الهدايا ويكرم الخضيور يسرس الهدايا لكبرة الكواسي فكان إحجام أصبح تاكل الهدايا وشا يختار عدد الصمنية في الشكل النفس يتنزنا قوما مشيكا غاز يكب على الزيرات غاز عشما على شمال الملبر غاز رد الزبوار غاز لها الكفدة برشان نمشي تتشان من خوف شبنا تحتفل بالسيس أقاموا في القديس يوم الميلاد فمرت بهم الكرام عقائد باطلة ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم في احتفالاتهم. شك أخي المسلم حرام غد أتحتفل أكيد باطل المسلم. الأعياد للإسلام بالتام ذكر الله عز وجل هذه الأعياد بالتام كبير الله أكبر بالتام ذكر الله عز وجل. الأعياد من جرح الباطل والضلال ما يزيد بالتام الفسق بالتام الفجور بالتام المعاصي مع ربي سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إني طبعا كل شيء وإني قد باركنا من العيد يتعيد كذا شام ناصر جاني جزتني غطحوني العيد جاني يصدق كذا ونصطر العيد نغي كبار الله عز وجل أبدا يمتني ومن يسرمن ماذا يغن من يغن عقلنا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين والكافرين. قد يقول قائل بأنهم نهنين تبارك الناظر عينه ما يمشي وصل تبارك إني مرة غاب الناس العين مش أخي المسلم أخش الحق العين مش عايزه حق ليس عينه باطل لكن الشمال تبارك الضيسن بيغشار كذا كيسن أقاش الخلباطل شجعت الخلباطل سن. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واللي غيخسن من غير الإسلام في الدين غير منه هو الزيت يقدر الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه الله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام لنا إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة الرقية مع السيد النبي الكريم الرسول عيسى عليه السلام أذكر شوية المعجزات الناس إن شاء الله تعالى باش ندير على بصيرة باش نقدر رجاء المظاهر في السوق. أحباب الكرام فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان. اللهم اجعل عقيدتنا عقيدة صحيحة على منهج السلف الصالح. اللهم اجعل عقيدتنا عقيدة صحيحة على منهج السلف الصالح. اللهم قو إيماننا اللهم قو إيماننا واملأ قلوبنا بالتقوى وطهر قلوبنا من النفاق ومن البدع والشرك والخرافات والمتعبيات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك التقى والهدى والعفو والغنى والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملك البلاد محمد السادس اللهم وفقه للخير وأعينه عليه وارزق له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين أجمعين شاب والمريض نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائه. اللهم داويه بدوائك وتخبيه بقضائه وعافيه بشفائه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.